عندي سؤال، انا باخد الايفانوترين بس على الميزان مش بنزل، باخده بقالي شهر وشويه بس مش باكل كتير، كشكل حاسه نزلت. فايه السبب؟ انا كنت باخد في وقت باخد العلاج الصحي. بصي، دايما بتاخدي ايفانوترين، ما بتاخديش ايفانوترين انت اصلا مش بنعتمد على الميزان خالص. الميزان ما الا اداه بتتغير من مكان لمكان، وبتتغير من نوع ميزان لمن نوع ميزان تاني، وبتتغير حسب توقيت الميزان. لو انت بتتوزني الصبح، بتتوزني بالليل، بتتوزني على في ميزان في الصيدليه، ميزان في البيت، كل ده بيخلي ميزاننا متغير. ميزان في بيريود، ميزان في امساك، ميزان في ضغط نفسي عصبي، ميزان في اكل املاح ولخبطه هرمونات، كل ده بتخلي كل مره القراءات مختلفه. يعني ايه؟ يعني انت اعتمادك الاول والاخير على الشكل والمقاسات والانبادي. الانبادي في صيدليه او في مكان يكون محترم، لان في اجهزه انبادي بتبقى فيها عك كتير او ما بتبقاش القرايه مظبوطه، لان احنا بنعتمد على الانبادي على نسبه العضلات بتاعتك ونسبه الدهون، وطالما انت شكلا حاسه بتغيير في شكلك يبقى نسبه الدهون نزلت، يبقى انا ماشيه صح. فاهماني؟ فانت تعملي حاجه من الاثنين، ترمي الميزان، او حتى لو هتتوزني تبقى مره في الشهر على الميزان، وكل اسبوع تاخدي مقاسات المازوره، مقاسات المازوره حوالين وسطك، حوالين الارداف، الدراعات، وهكذا، وتشوفي انا كنت 90 بقيت 85، 85 بقيت 80. واللي بيتابع معانا اونلاين بنقول له هو دي الطريقه الصح لقياس انت بتخس ولا لا. وانبادي برضو تعمليه كل اسبوعين تراقبي نسبه الدهون بتاعتك بس. لكن ان انت شايله هم الميزان وماشيه بيه، ده اكبر غلط، وهيخليكي ترجعي خطوات وتضيعي كل اللي انت عملتيه.